اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده طالع اخاطب جمهور نادي الزمالك تحديدا. عايز اقول لجمهور نادي الزمالك جمد قلبك شويه. لو موضوع مصطفى محمد ده وانتقاله لبيراميدز او الاسيوطي ده حقيقي ولا يهمك، بس قبل ما اكمل الفيديو اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويدعمني بلايك. عايز اقول لكم على معلومه مهمه جدا. اي لعيب ينتقل من الاهلي او الزمالك يا جماعه هينتقل باسمه بس، مش باسم النادي بتاعه، مش بالتيشيرت بتاعه، مش بحجم التيشيرت ولا تقل التيشيرت اللي هو شايله. هينتقل باسمه لوحده وهيروح يلبس تيشيرت تاني، يعني هيبقى تقله في التيشيرت اللي هو هيلبسه، مش تقله في التيشيرت اللي هو جاي منه. المعلومه دي حبيت اقولها لنادي الزمالك زي ما قلتها للنادي الاهلي قبل كده وجماهير النادي الاهلي، وفعلا كلامي طلع مظبوط. خدوا لعيبه الاهلي كلهم عملوا ايه؟ ولا حاجه، والاهلي بطل الدوري زي ما هو. عايز اقول لجماهير نادي الزمالك خلوا ثقتكم في ناديكم اكبر من كده بكتير، واي لاعب مهما كان اسمه او مهما تالق عمره ما هيتالق في اي نادي زي ما كان متالق في نادي الزمالك او نادي الاهلي، لان التيشيرت بتاع الزمالك والتيشيرت بتاع الاهلي تيشيرت تقيل جدا يا جماعه. واللعيب لما هينتقل زي ما بقول لحضراتكم يلعب باسمه والتيشيرت الجديد اللي اللي هيروح، مش التيشيرت اللي هو كان جاي منه. والمعلومه دي عايز جماهير الناديين يطمنوا ليها قوي، لان هم دول الناديين اللي فعلا بيصدروا المتعه الحقيقيه للكره في الوطن العربي ومصر تحديدا. فالناديين دول كبار كبار جدا، ومفيش اي حد هيقدر يقلل منهم. الكلام ده والله العظيم طالع من قلبي في لحظه مصالحه مع جماهير الكره المصريه كلها، عشان تعرف ان مهما اخدوا من الاهلي او الزمالك لعيبه هيفضل لعيبه الاهلي والزمالك او النادي الاهلي والزمالك هم اكبر قلعتين في مصر في الكره والوطن العربي كله. شكرا والى فيديو اخر.